السلام عليكم ورحمة الله. النهاردة بنعمل الخدمة الشتوية من العمليات الفنية المهمة جدا جدا لحياة النباتات، سواء أشجار فاكهة أو نباتات زينة أو سور شجري. هو عمل الخدمة الشتوية. الخدمة الشتوية عبارة عن إضافة كومبوست عضوي معالج حراريا، يكون نباتي حيواني، وبنعمل جور يمين وشمال لغاية ما أجيب الشعيرات الجذرية المصة زي ما احنا شايفين كده اهو. ولو قابلك جذر وتدي اقطع، مفيش اي مشكله. الجذر الوتدي ده لما بقطعه بيتحول لشعيرات جذريه مصه، فبيزود من انتشار الجذور. تمام. وادي الجوره الثانيه، جوره يمين وجوره شمال. الشجر الصغير بنبعد عنه نص متر، الشجر الكبير اللي عمره فوق ال5 سنين بنبعد متر يمين ومتر شمال. ولو انا عايز اعمل الخدمه الشتويه وعندي مساحه كبيره، السنه دي حفرت يمين وشمال، السنه اللي بعدها هحفر العكس، الناحيه دي والناحيه الثانيه هنا كده. يعني السنه دي انا حفرت هنا اهو وهنا، السنة اللي بعدها احفر هنا وهنا، ده إذا كان عندي المكان كبير. الخدمة الشتوية عبارة عن إضافة كومبوست عضوي زي ما احنا شايفين كده أهو. افتح يا أستاذ محمد. كومبوست عضوي نباتي حيواني معالج حراريا مع عناصر الخدمة المعدنية المستوردة أهي. عناصر الخدمة، افتح. كل شكارتين كومبوست عضوي نباتي حيواني معالج حراريا بيتحط عليهم مجموعة خدمة شتوية. مجموعة خدمة شتوية زي ما احنا شايفين أهو. اضلوا على الأرض. ادي يا جماعه خامه الكومبوست النباتي الحيواني المعالج حراريا. الحاجات الصغيره دي هي المخلفات النباتيه، الحاجات دي هي المخلفات النباتيه. افتح الثانيه. من العمليات الفنيه المهمه جدا اللي بتعملها في فتره الشتاء، بتحافظ على النباتات، بتدفي النباتات، بتضيف قيمه غذائيه كبيره، بتضيف كومبوست بيحسن من خواص الارض الحيويه، بتضيف عناصر غذائيه بتدفع معاك النبات للتزهير كويس في الربيع. هنضيف دلوقتي العناصر. افتح بايدك على طول، افتح الكيس. ايوه. هنفضيهم دلوقتي وهنقلبهم في بعض كده. حطينا شكرتين الكومبوست العضوي المعالج حراريا، وهنضيف عليه عناصر الخدمه وهنقلبهم وهنحطهم في الايه، في الجور اللي احنا عاملينها دي لغايه ما جبنا الشعيرات الجذريه. بدايه عمل الخدمه الشتويه من اول ما البروده تشتغل، يعني من اول ما البروده تشتغل، نقول من اول 11 مفيش مشكله، ممكن ننفذ الخدمه الشتويه. وعندنا في المزارع بننفذها من اول 15/10 كمان. تمام، الله ينور. وهنقلبهم دلوقتي في قلب بعض. الخدمه الشتويه بتتعمل لكل اشجار الفاكهه وكل نباتات الزينه والنخل، سواء نخل تمور او نخيل زينه زي الفوكستيل، زي الاريكا، زي الشمادوريا، زي الملوكي. والسور الشجري كمان تعمل له خدمه شتويه لو السور الشجري عندك ضعيف. هنقلبهم دلوقتي في قلب بعض اهو. دي اسمده معدنيه مستورده، يعني قلبها بايدك، مش حاجه فيها خطوره، مش حاجه كيميكال يعني. كل دي معادن وصخور طبيعيه. قلب بايدك يا استاذ محمد. ايوه. ادي يا جماعه عشان اللي عايز يعمل الخدمه الشتويه عنده في الجنينه، سواء الجنايني هيعملوها له او هو يعملها بنفسه. بنقلب كويس. اضافه ماده عضويه معالجه حراريا مع العناصر المعدنيه المستورده الخاصه بشركه اليسر. بعد كده هنجيب الجردل وهنعبي وهنهدلق في الايه، في الحفرتين. طبعا لو قعدنا نتكلم كتير عن فوائد الخدمه الشتويه لا يسعنا الوقت، يعني لا يسعنا الوقت مهما اتكلمنا عن فوائد الخدمه الشتويه في نشاط النباتات وفي تزهير النباتات وفي انتاج النباتات وحمايه النباتات من الاثار الضاره للصقيع في الشتاء. طبعا ده موضوع كبير، سواء اشجار فاكهه او نباتات زينه. دي الماده العضويه. من ضمن طبعا فوائد الخدمه الشتويه الماده العضويه اللي حضرتك بتضيفها دي مع العناصر المعدنيه، لما يبقى النبات اسفله ماده عضويه، وتيجي بعد كده تمشي في برنامج التسميد اللي بتعمله باستمرار، برنامج التسميد اللي بنسمد بيه طول السنه. لما بيكون عندي في الارض اسفل الارض ماده عضويه، عناصر التسميد اللي انا بحطها بعد كده بتضمص على هذه المواد العضويه، فيبقى استفادتك من التسميد اعلى، استفادتك من التسميد اكتر، غير لما انا احط تسميد على ارض رمله. يعني لو انا ما بعملش الخدمه الشتويه، لما باجي احط التسميد بحطه على ارض رمله، العنصر الغذائي على الرمل بيجري بسرعه، النبات ما بيلحقش يمتصه.
غير العنصر الغذائي اللي ينزل في الارض ويلاقي تحته ايه؟ ماده عضويه بالطريقه دي. حاجه من الحاجات عبي في الجردل وادلق في الحفر اللي عملناها في الجور. الحاجات المهمه جدا جدا عمل الخدمه الشتويه لاشجار الفاكهه ونباتات الزينه خلال فصل الشتاء ابتداء من اول 11 مفيش اي مشكله، وممكن كمان لو 15/10 البرد دخل بدري شويه ممكن تنفذها فيش اي مشكله. مسحت كل الرسالة. وادي اهو بنعبي في الجردل وبعد كده بندلق في الجور. طبعا احتياج كل نبات كم شكاره وكم مجموعه خدمه ده حسب عمر النبات يا جماعه، بيبقى حسب عمر النبات وعدد النباتات اللي عندك. يعني الشجره اللي قدامنا دي شجره معديه مثلا 5 سنين، الشجره الواحده خدت شكرتين كومبوست عضوي معالج حراريا وخدت مجموعه خدمه، خدت شكرتين كومبوست وخدت مجموعه خدمه الشجره الواحده. لان الشجر كل ما كان عمره كبير كل ما احتياجه للماده العضويه بيكون اكتر، كل ما كان عمره صغير كل ما يكون احتياجه للماده العضويه اقل. اهو ادي للجوره الثانيه يا استاذ محمد استاذنك. ايوه، وهنرجع التراب بعد كده، هنرجع التراب على الجور دي اللي احنا عملناها اهو اهو. نرجع التراب وبعد كده هنديها ايه؟ ميه بالخرطوم اليدوي. طبعا الخدمه الشتويه بتتعمل لكل الاشجار بما فيها الاشجار المتساقطه، يعني حتى اشجار الفاكهه المتساقطه اللي احنا بنقفل عنها الري والتسميد في الشتاء برضو بنعملها الايه؟ الخدمه الشتويه اهو. رجع التراب وبعد كده هنديها نخمرها بالخرطوم الايه؟ اليدوي. ايوه الله ينور. عمل فني مهم جدا 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 لتغذية التربة وإضافة مواد عضوية وتحسين خواص التربة وحماية النباتات من آثار الضرر الصقيع. يعني موضوع يا جماعة كبير ومهم فوق ما تتخيل. الله ينور. أيوه أيوه. بعد كده هنجيب دلوقتي الخرطوم اليدوي وهنخمر ليه؟ مكان الجوار بقدر المستطاع. طبعا بيبقى احيانا الشجر حواليه نجيله، احنا بنصور هنا الشجر مفيش نجيله. لو الشجر عندك في محيطه فيه نجيله احفر عادي خالص برضو، وفي الاخر خالص هات طبقه النجيله اللي انت قطعتها وحطها على الوش بعد ما تحفر وترجع الردم، حطها على الوش عادي خالص هتلحم تاني وتبقى زي الفل. هات بقى خرطوم الميه واديلها ايه؟ ميه. ده شرح مبسط، عملنا فيديوهات كتير جدا عن الخدمه الشتويه وده شرح مبسط كده للخدمه الشتويه باضافه المواد العضويه كومبوست عضوي نباتي حيواني معالج حراريا مع عناصر الخدمه الشتويه. وتحياتي لكم جميعا.